بنقول أمن اسكندرية، بنقول أمن اسكندرية، يسقط وزير الداخلية، يسقط وزير الداخلية، بنقول أمن اسكندرية، بنقول أمن اسكندرية، يسقط وزير الداخلية، يسقط وزير الداخلية، بنقولها في كل مكان، بنقولها في كل مكان، ضد التعذيب والطغيان، ضد التعذيب والطغيان، حمدنا الهبل والصوت، حمدنا الهبل والصوت، حمدنا الهبل والصوت، حمدنا الهبل والصوت، حق الشهداء مش هيموت، حق الشهداء مش هيموت، حق خالد مش هيموت، حق خالد مش هيموت، يسقط وزير الداخلية، يسقط وزير الداخلية، يسقط وزير الداخلية، يسقط وزير الداخلية، يا وزير استقيل، يا وزير استقيل، يا وزير استقيل، يا وزير استقيل، كل القوى الوطنية، كل القوى الوطنية، نقولها بكل الصوت، نقولها بكل الصوت، حق الشهداء مش هيموت، حق الشهداء مش هيموت، يا مبارك يا جبان، يا مبارك يا جبان، يا عميل الامريكان، يا عميل الامريكان، يا مبارك يا جبان، يا مبارك يا جبان، يا عميل الامريكان، يا عميل الامريكان، دم ولادنا للحرية، دم ولادنا للحرية، مش لعصابة الحرامية، مش لعصابة الحرامية، هذه وزارة البلطجية، يحموا الحاكم والحرامية، دول قتلوا خالد سعيد، دول عذبوا في اللسان، اصحى يا شعب اصحى وشوف، اصحى يا شعب اصحى وشوف، قتلوا خالد على المكشوف، 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 واللي بيقتل اهله وناسه، اللي بيقتل اهله وناسه، يبقى عاملين من ساسه لراسه، العدل يا خسيس، حبيب العدل يا خسيس، حبيب العدل يا خسيس، دم خالد مش رخيص، دم خالد مش رخيص، دم خالد مش رخيص، دم خالد مش رخيص، دم المصري مش رخيص، دم المصري مش رخيص، ولا عدلي ولا حبيب، ولا عدلي ولا حبيب، ارحل يا وزير التعذيب، ارحل يا وزير التعذيب، ولا عدلي ولا حبيب، ولا عدلي ولا حبيب، ارحل يا وزير التعذيب، ولا عدلي ولا حبيب، ولا عدلي ولا حبيب، ارحل يا وزير التعذيب، يسقط الظلمة، يسقط الظلمة، يسقط الكفرة، يسقط أشباه الرجال، يسقط أشباه الرجال، يسقط أشباه الرجال، يسقط أشباه الرجال، يسقط كلاب العدل، يسقط أشباه الرجال، يسقط الظلمة، يسقط الكفرة، يسقط حسني مبارك، يسقط حسني مبارك، ولا عدلي ولا حبيب، ارحل يا وزير التعذيب،
من الذين أضاعوا ولا تحاسب الفساد إلا جزء من التقرير الشرعي ليس كلمة نهائية، الكلمة النهائية للقاضي وليس لتقرير الطب الشرعي. حق خالد يرجع طول ما الناس دي موجودة كده، احنا اللي هنجيب الشعب الناس حقنا في ديمقراطية في وطن عاجل، ساعتها نصون حق خالد اللي ضاع ونحمي ألوف خالد اللي ممكن حمدين بعد اذنك يا استاذ. انا عايزه اقول لك اللجنه الثلاثيه بتجامل في الحكومه وبتطبق زي ما مصر مطبقه مع كل البلاد الاوروبيه. هذا طبق تقرير معاهم عشان تهدي الفراغ الشعبي نهائي. ساعتها تقرير اللجنة الثلاثية تقرير محبط. احنا بنطالب أنا بحق بأكد المواطن إن المصري. العدالة ينطق بها القاضي. تقرير الطب الشرعي أيا كان مجرد ورقة ضمن أوراق أخرى للقضية تقاس بحسب ظروفها. أنا من الذين مثل كل المصريين يشعرون بأسى لأن شعورنا باستقلال هيئتنا لم يعد يسمح لنا بالثقة فيما تنتجه من تقارير، وهذه حالة عامة في البلد لا تنطبق على مؤسسة أو جهة بعينها. حق خالد سعيد الذي يعرفه الشهود أنه اعتدي عليه عدوان همجي بشع على إيد رجال شرطة أفقدوا حياته، ونحن في حاجة لأن نحمي أي خالد سعيد آخر في هذا الوطن المصير وأن نستغفر. دي حاجه تصل لمين؟ تصل لمين؟ تصل لمين؟ يعني مش بزق يا عم بعيد عنك، مش انا بس انا بيني وبينه متر ان في كل ايه؟ مؤسسات الدوله مليئه بناس محترمه ونزيهه وتحب هتيجي هذا تضربني يا الوطن عم. ان يكون ما يستحق. تخلص ولا انت ولا اللي معاك ولا مش هتخلص حاجه. لكن تعبيط ولا ايه؟ المشكله يا عم بس بقى اهدى بقى ان هؤلاء ليسوا في موقع خلص. احنا نثق في قوانيننا وفي نصوص جيده لدينا اذا وجدنا نفوس وهي موجوده تطبق هذه النصوص. لا نثق في نفذها. للاسف احنا في ظل سلطه فاسده افقدتنا الثقه في ناس كتير يستحقوا ان نثق نتيجه توالي هذا النوع من القرارات. حضرتك رايك ايه النهارده في اخر حاجه يعني في تجمع عدد كبير من الناس المصريين هم بيقولوا كلمتهم، بيطلبوا حقهم، بيدافعوا عن كرامه كل واحد فيهم وعن حق خالد ابنهم والحاج عبد السميع اللي هو زعيم. كل هؤلاء بيطلبوا هذا الحق وده حق مشروع، حق الكرامه، احترام الحقوق، ان الانسان يعيش امن في وطنه. ابسط حقوق المصريين هي اللي بيطلبوا الناس من العالم. شكرا يا فندم بالتوفيق.